أهلا وسهلا متابعينا الكرام، ومرحبا بكم هاد المرة في قصة رعب. قصة رعب اللي صراحة موضوع اللي داير ضجة في عالم الرعب، موضوع اللي كاين اللي تعتبره من الأساطير وكاين اللي تعتبره أنه واقعي. بلا ما نطول عليكم بزاف، ديروا لايك كومونتير واشتركوا في الصفحة وفي القناة، بارطاجيو وخليونا نبداو القصة ديالنا على بركة الله. كاين اللي تيقول بأنها أسطورة لا أساس لها من الصحة، وكاين بعض الناس تيقولوا بأنهم شافوها وعرفوها ولكن ما عارفينش قصتها ولا كيفاش تولات هكا. وكاين البعض الآخر اللي كيعجبو المغامرة وكيعجبو يقلب عليها. أكيد كاملين عارفين علاش نهضر، عليها هي اللي كيسميوها بعض الناس بغلة القبور، والبعض الآخر كيسميوها بعيشة قنديشة. في زمان غابر كانت تعيش واحد البنت. هاد البنت سميتها عائشة. كانت صراحة بنت زوينة، عندها واحد الجمال خارق للعادة، وكانت عزيزة على الأم ديالها بزاف. ولكن كان الأب ديالها ظالم، تيظلمها هي والأم ديالها. اش من عسى عطاهم وشحال ديال المعيور سبهم به، ولكن الأم ديال عائشة كانت ديما تتغطي على بنتها وديما تتبغي لبنتها غير الحاجة المزيانة. دازت مدة وكبرات عائشة، ولات بنت لي زوينة بزاف، وقاع الشباب باغين يخطبوها. ولكن عائشة كانت ديما مواعدة واحد ولد عمها باش يكونوا بجوج مع بعضياتهم. ولد عمها كانت سميتو محمد. هاد ولد عمها كان تا هو من دوك الشباب اللي تقدموا الخطبة ديالها، ولكن الأب ديالها طلب منه واحد الصداق اللي ما يمكنش ليه يجيبه. طلب منه 100 ناقة و100 عود و100 من المواشي من الغنم. خرج ولد عم عائشة باش يحاول يوفر المهر باش يتزوج بعائشة، ولكن وقع ما لم يكن في الحسبان. الأب ديال عائشة قلب ليها على عريس، قلب ليها على واحد العريس، وقرر باش يزوجها بيه وما تسناش ولد خوه، لأنه عارف بأن داك المهر اللي عطاه باش يجيب ما يقدرش يوفره، وخيأدي بهذا الشيء أنه يوهب حياته باش يجيب داك المهر، ما غيقدش عليه. وصلت اخبار لعائشة وهي طالع عليها الدم وتتبكي. الأم ديالها حتى هي كتر منها، لأنها عارفة داك اللي غيزوجها به الأب ديالها غيكون كتر منه. والأم ديالها قررت باش تحاول تعاون بنتها بداكشي باش قدرها الله عليه. حاولت باش تسيس معها وتسكتها وبغات تهربها. سمعوا مع الأب ديالها وسمع بأن عائشة باغا تهرب. شد الأم ديالها وبقات يضرب فيها حتى غيبات. من بعد زاد وبقات يضرب في الأم ديالها حتى ماتت.
الام ديال عائشه ماتت بعد العصا الكثيره اللي كلات من عند راجلها. عائشه ديك الساعه تدمرات بزاف، ولات حاقده على الاب ديالها وحاقده على كاع الرجال ديال الدنيا كامله، واخا هما ماشي بحال، ولكن ولات حاقده على كل شيء. قررت باش تكمل داك العرس. داز داك الشيء على ما يرام، تزوجات بهداك الراجل، وتا هو كان بحال الاب ديالها، كان تيضربها وما خلى ما دار فيها. داز تقريبا عام على داك الزواج، ولد عمها باقي ما رجعش، ولكن عائشه قررت باش تنهي داك الزواج، وغتنهيه بطريقه اللي ما يتخيلها حتى واحد. مشات قلبات على واحد السم اللي مولاه كيبقى يدبل ويموت شويه بشويه وهو كيتعذب. جابته من عند واحد الساحر، كان ساحر من جنوب افريقيا، وكان عنده داك السم اللي قاطع، يعني 100% غادي يقتل داك اللي تناولو. بقات تحطو لراجلها يوميا في الماكله. راجلها بدا تيحس بصحته تتنهار شويه بشويه حتى قرب يموت، ولكن بقى الله مطول ليه في عمره، واكتشفت عائشه بانها حامله. ما حملاتش راسها، وقررت انها تاجل شويه الموت ديال راجلها. بدات عائشه تتكبر كرشها حتى قربت تولد، وبدات تعطي راجلها تاني في هذاك الدواء. بدا راجلها تينهار، ولكن تيحاول وتيطلب الله ما امكن يبقى تيشوف ولده. تيحاول ولكن نهار بغات تولد عائشه مات راجلها. زاد داك الدري، ولكن لقباه ميت. عرفت عائشه بان هذا الولد من وراه شي سر اللي كبير، من وراه سر اللي كبير بزاف. كيفاش انه كانت باغا تقتل راجلها حتى صدق هذا الولد كاين، حتى نهار بغى يتزاد هو مات باه. يعني القضيه فيها شي حاجه. يلا عائشه بدا داك الولد وكمل 7 ايام، خداتو وحطاتو في الباب ديال واحد الزاويه فيها واحد الشيخ. داك الشيخ سميتو ابو الوليد. حطاتو قدامه وبقات تستنى شحال حتى خرج داك الشيخ ولقى الدري قدام الباب. دخلو، ومن تما عائشه رجعت كملات حياتها عادي. داك الايامات فاش مات راجلها هما نيت باش رجع ولد عمها، ورجع بداك المهر. شافته هي وطارت بالفرحه، وهو حتى هو شافها وما قداتو فرحه. حضرهم الاب ديالها وقال لهم بان راه راجلها يلاه مات، ولكن ما تصنتوش ليه، وداروا الخطأ اللي بسببه غتندم عليه عائشة طيلة حياتها. ما احترماتش الحرمة ديال الموت ديال راجلها، ودارت علاقة غير شرعية مع ولد عمها. دازت مدة قصيرة على ديك العلاقة اللي دارت، ولات عائشة تتحس براسها مع المغرب تبدل الحال ديالها، ولات تبدا تضرب في راسها مع الارض وتتخرج واحد شويه. بدات تحس باللحمه كامل تينوض فيه الشعر، وبدات تحس بانها تتحول لبغله القبور. عائشه ملي حست براسها بدات تتحول، قررت باش تمشي عند داك الساحر اللي من جنوب افريقيا،
وتعاود ليها اشنو اللي طرا ليها، لعل وعسى يلقى ليها شي حل. مشات لعندو، وفاش قالت ليه داكشي اللي دارت لقى عليها واحد التعويده انه اللي بغى يسيطر عليها خصو ضروري يضرب شي حاجه ديال الحديد في الارض، ومن تما غادا تحبس وغادا تقدر تطبق ليه اللي بغا. حط ليها 50 مارد في الخدمه ديالها وقال ليها هادشي اللي ممكن انني ندير، ودابا سيري بحالك، راكي دابا غادا تولي ضد كاع الرجال وحتى انا منهم. بدات تحس بانها تتكرهو وبغات تهاجم عليه، ولكن دق واحد الموس في الارض، ومن تما داروا بها شي سناسل وعرف بان التأويده ديالو نجحات معاها. مشات عائشه، ومن تما بدات تدور وتتقلب على الفريسه ديالها. اول حاجه بدات بولد عمها، بقات تتغري فيه حتى جا لعندها، ومن بعد ما دخلاتو لدارها ذبحاتو وداتو للروضه. مشات حدا القبر ديال راجلها، بدات تتحفر حتى حفرات قبر ولحت فيه ولد عمها وغطاته بالتراب. من هنا بدات سلسله الجرائم ديال عيشه، اللي كانت عائشه ولا تتسمى بعيشه قنديشه. فكرات مزيان وقررت باش تقتل حتى الاب ديالها، لانه هو اللي قتل ليها الام ديالها وعيشها العذاب، هو سببها حتى ولات هكا. مشات لعندو لدارو، شافها وتخلع، ولكن ما عقلاتش عليه كاع، قتلاتو حتى هو وداتو دفناتو حدا ولد خوه. ومن تما قررت تمشي تعيش في واحد الغابة مهجورة. الغابة زوينة، ولكن ما عرفش علاش ما تيجي ليها حتى واحد. وقدام ديك الغابة مكتوبة بلاكة فيها الداخل مفقود والخارج مولود. غادي ننتقلوا لمكان آخر، وبعد مرور سنين طويلة غادي ننتقلوا لعند البطل ديالنا سميتو امين كان مزوج وعنده بنت وولد، وهو ومراته عايشين واحد العيشه اللي واعره بزاف. امين كان خدام صحافي في احدى الجرائد، وبدا يبحث في واحد الموضوع على داكشي الخارق للعاده من الجن والشياطين الى غير ذلك. كان صحفي اللي مشهور وكل شيء عزيز عليه في خدمته، وتا هو تيحب خدمته بزاف، ولكن عائلته الصغيره حتى هي عزيزه عليه وما باغيهمش يتآداو. ولكن الجريده عطاتو باش يبحث في هذا الموضوع، وخصو ضروري وفي بالواجب ديالو. سلم على مراته وعلى بنته وولدو، وخرج قاصد واحد البلاصه انه باغي يقلب فيها على واحد الموضوع. هاد البلاصه كانت عباره على واحد المقبره مهجوره وفيها واحد البيت. داك البيت تيقولوا بانه كانت طرا فيه شي حوايج اللي غريبه. دا حوايجو وقرر باش يبات تما في داك البيت. مشى لذاك الروضه، دا معاه ما ياكل ودخل هو تيتسلت حتى وصل لذاك البيت. دخل داك البيت ونعاس وسط داك البيت نيت. بدا يحلم شي احلام لي غريبه بزاف. تيوقف عليه واحد الراجل لابس كل شيء بالبيض، وعنده لحيه حتى هي بيضاء، شعره شايب وبين عليه علامه الوقار، وتيقول ليه سير قلب على امك، وسير واحفظ القرآن واحفظه
بزاف ديال الاحاديث النبويه لانهم غينفعوك، فهمتي؟ حفظ بزاف، ونصيحه ليك طبق هاد الشيء. نوض دابا، نوض وسير بحالك، راه ما عندك ما تعرف هنا. ناض امين وهو مخلوع، مشى ديريكت لدارو. كان تيصحاب بان هذيك غير حلمه، وانه ما غاديش يطرى ليه حتى حاجه من بعد. بقى عايش هو وعائلته عادي كأن شيئا لم يقع، حتى لواحد النهار شدات بنته ولدو العطله، وبقات معاه مراته تتقول ليه يلاه نمشيو نخيمو فشي بلاصه. بقى تيقلب حتى لقى واحد الغابه انها صالحه للتخييم، وتا واحد ما عارفها. امين عجباتو المغامره بزاف، وقرر باش يبدا في هذه المغامره من غدا. جمع كاع داكشي اللي غيديو وجمعوا فراشهم، داو واحد الخيمه وكراو واحد الطوموبيل كبيره مشاو بيها غادي حتى قرب لديك الغابه. مع وصل بانت لي واحد البلاكه مكتوب فيها الداخل مفقود والخارج مولود. بقى يضحك على هادو اللي كاتبين هاد البلاكه. يلا غادي مع الدخله ديال الغابه وهي توقف ليه الطوموبيل، بقات باغا تزيد لا هكا لا هكا. واحد شويه هبط بغى يشوف مالها، ويوقف عليه واحد راجل لحيته بيضة بحال داك اللي شاف في النعاس، ولكن هذا بين باقي صغير شويه. هو يقول ليه نصيحتي لك ولدي، رجع منين جيتي وما تدخلش هاد الغابة، وياك رجع. راه هاد الغابة الداخل مفقود والخارج مولود. رجع دابا، ما حدك يلاه بادي، طوموبيلتك غادا تخدم، غير هي بغيتي رجع، ولكن الا ما رجعتيش تحمل مسؤوليتك. واش فهمتي ولا لا؟ يلا رجع. تصدم امين بزاف وبدا تيقول شكون معايا؟ شكون هنا؟ غبر مول داك الصوت. رجع امين لطوموبيلته وفعلا نيت قدرت تخدم الطوموبيل، ولكن ما سمعش لداك الصوت وقرر يكمل الرحله بعد ما بغاش يخلع ولادو ومراته. زاد دخل وبقى متوغل في هذيك الغابه، ولكن ما بقاش يبان ليه الطريق منين جا، كلشي ولا عامر الشجر. وصل لواحد البلاصه ما فيها الشجر، وتما قرر يبني الخيمه ديالو. كان ديك الساعه جويه العصر، بنى الخيمه، جبدات مراته الخضره وشعلوا العافيه وبداو يطيبوا. كانوا فرحانين، وحتى امين بدا تينسى الصوت ديال داك الراجل اللي دوا معاه، وبدا مستمتع مع عائلته. حتى وصل المغرب تقريبا، بدا امين تيحس بواحد الجو ماشي تلهيه. السما عمر غمام ولات ظلمه اللي خايبه، وغي مع المغرب مرات امين صيفطات بنتها باش تمشي تجيب شويه د الاواد. البنت مشات باش تجيب العواد، ولكن ما ان بعدات عليهم حتى سمعات. مشى امين كيجري وحتى مرته تبعاتو، وغفلوا على الدري وخلاوه. مشاو لقاوه البنت معلقه من عنقها فواحد الشجره ومشنوقه. بداو تيحاولوا باش يعتقوها،
ولكن قدر الله ما شاء فعل. البنت ماتت، ومع راجعين لقاو الخيمة شاعلة فيها العافية. حاول آمين يدخل يعتق ولده، ولكن ما قدرش لأن العافية شبكات بزاف، ومع ذلك قدر يدخل. تحرق بزاف من ايديه وحتى من وجهه، وقدر يخرج ولده، وحتى هو كان مات. مراته غي شافت داك الوضع وطاحت غيبات. آمين تقلبات حياته، فكر وقال بأنه كون غاسمع الهضرة من داك الراجل، كون غاسمع ديك الهضرة ديالو ورجع بحاله. ولكن هو دار داكشي اللي قال ليه راسو، وراه تحمل العواقب، وعواقب اللي كانت وخيمة بزاف. مراته وهي مصدومة ومريحة تحت واحد الشجرة، ما حسات حتى طاحت عليها ديك الشجرة، طاحت ليها ديك الشجرة على راسها. آمين ما استوعبش داكشي، حتى لقى حتى مراته غارقة في دماياتها وغارقة في الموت. بقات يبكي وندم على هاد الخرجة كاملة، بيلا أنه فقد كل شي في حياته. بين عشية وضحاها مشى عليه كل شي. واحد شوية وهي تم جاية، هي عايشة قنديشة جاية وتضحك، جاية وسط الناس اللي تيضربوا في الأرض. بقات تضحك معاه، هو حاقد. قالت ليه ما تخافش. هي مشات، ولكن بأن عايشة باقة في الوجود. بقات يضحك وقال لها انتي السبب ياك. ضحكات وقالت ليه انا السبب. واشنو عندك شي ما دير؟ يلا دير. بدات يقرا في القرآن، بقات هي تتعذب، ولكن ما مبيناش، بقات غير تضحك. واحد شويه تفكر دوك الاساطير اللي تيقولوا الا بغيتي تقضي على عيشه قنديشه ضرب شي حاجه بالحديد في الارض. بان ليه واحد الموس مشى تيجري خداه، خشى داك الموس وسط التراب في الارض، ويحس بان الناس اللي داروا بعيشه قنديشه بدات تطلب فيه وتتزاوق باش يفكها. بدات تتوسل ليه، ولكن هو قرر باش يدير شي حاجه اللي يهني منها العباد من شر هذا المخلوق. من اللي قرر يقضي عليها، قررت تعود ليه الحقيقه، وبانها اشنو اللي خلاها تولي بحال هكا. عودت ليه القصه ديالها، وصراحه عطف عليها بزاف. بقات تبكي ليه تما، ولكن ما عرفش بان داكشي اللي دارت ليه غي خداع. حيد داك الموس ويتهجم عليه، ربطاتو بهذوك السناسلو وداتو للكهف ديالها. دوزت عليه عذاب اللي صعيب بزاف، وصعيب اي واحد يتحمله. ولكن هو كان باغي غير ينتقم منها على هادشي اللي دارت ليه. بقات تتعذب فيه لمدة شهرين تقريبا، حتى لواحد النهار، واحد الليلة كان فيها القمر مكتمل. تما قرر باش يحاول يتهنى منها، لأنه كان عارف واحد المعلومة بأنه ليلة اكتمال القمر تتكون فيها عيشة قنديشة ضعيفة. قرر باش يدير واحد الخطوة. ديك الخطوة من الظاهر ديالها مخاطرة، ولكن تقدر تجدي
النفع شوية، خلاها حتى دخلت للكهف، ويلاه باغا تبدا تأدب فيه. كان جامع واحد شوية ديال الحطب، رماه عليها وي بدا تيشعل في العافية، ودق داك الموس في الارض. بعد ما بقى تيقلب شحال ولقاه، تحاصرات وبغات تبدا تطلب فيه تاني، ولكن مشى قصدها بواحد الخنجر، لقاه تما في داك الكهف ويضربها بيه. ضربها ولكن ما طرا ليها والو، ضربها جهة القلب، بقى تيقطع في ديك البلاصة ديال القلب، ولكن ما لقى لا قلب لا والو، ما لقاش داكشي علاش تيقلب. حار بزاف، بقى تيقلب في داك الكهف حتى لقى واحد لعيبه ديال الجلد، خلاها عايشه مربوطه تما. ومشى هو قرر باش يمشي عند شي واحد يفسر ليه اشنو مكتوب في هذاك الجلد، واشنو وكيفاش علاش القلب ديالها كاين بلاصتو خاويه. مشى عند واحد الفقيه، عطاه باش يفسر لي داك الجلد وما عرفش، ولكن صيفطو عند واحد الواحد قوى منه. مشى عند داك اللي فقيه اللي صيفطو، قرا لي داك الجلد هو يقول لي هاب ولدي، هاد الجلد راه عبارة عن خريطة تديك لواحد البلاصة. وراه الإحداثيات ديال ديك الخريطة، ولكن كانت بعيدة بزاف، كانت في الصحراء. شد آمين الطريق داك النهار نيت حتى وصل لديك الصحراء. وصل وهو مهلوك، ولكن مع ذلك كمل وصل لديك الخريطة، لقى غير الأرض عادية، ولكن تلقى واحد العلامة ديال أنه التراب مبدل ما بين بلاصة وبلاصة. مشى يحفر ديك البلاصة اللي فيها التراب مبدل، بقى يحفر تقريبا حتى وصل لشي مترو. بالي واحد اللعيبة ديال الخشب كانت يصحابها في الأول أنها صندوق، كمل الحفير ولكن لقى بأنها باب تتدخل تحت الأرض. حل داك الباب وبدا نازل مع شي دروج، وهو ما عارفش اشنو غادي يلقى لتحت. مع نزل بان لي واحد القنديل، هز داك القنديل وهو يشعلو. كانت واحد طبلة فوقها واحد الصندوق وفوقها واحد الجلد خر. هز داك الصندوق فتحو، لقى فيه واحد القلب، لقى فيه قلب ديال بنادم. بعد ما لقى داك القلب ديال بنادم تأكد بأنه هو القلب ديال عائشة. قرا داك الجلد ويلقى فيه بأنه إلا بغيتي تقضي على عائشة دي القلب حتى لعندها، وحرق هاد الجلد هذا وقطر داك الماء ديال العافية على القلب، ومن بعد ضرب فيه داك الموس اللي غارس في الأرض باش حابسها، خشيه في داك القلب. من تما عائشة غادا تموت. هز داك القلب ومشى راجع للبلاصة فين كاينه، رجع لديك الغابة، دخل، ولكن هاد المرة ما لقاش داك الراجل اللي حذرو، خلو ودخل نيشان لداك الكهف، لقاها باقا كما هي وبقات تطلب فيه. يوراها القلب ويشعل العافية في داك الجلد، وخلى الجلد تقطر على القلب. بدات عائشة تدبل وبدات تتبكي نيت، ولكن ما عقلش عليها. خرج داك الموسى اللي كان داق في الارض، مجرد ما تفكاته جايه باغا تهجم عليه، ولكن دق داك الموس في القلب نيشان، طاحت وبقات تترعد، وبعد مده تحولت لرماد. فرح امين، ولكن طلع عليه الدم فاش تفكر بان عائلته كامله ميته. بقى فيه الحال وبكى بزاف،
بعد ما تحرقات عائشة بدا تيريب داك الكهف، بدا تيريب. ومن بعد ما راب داك الكهف لقى فيه واحد الخاتم، خاتم اللي طاع عليه من حجر ديال داك الكهف. خرج هو تيجري بعد ما كان داك الكهف غيريب ليه على راسو. بعد ما خرج لبس داك الخاتم، بعد ما لبس داك الخاتم بقى مغيب شحال وفاق ولقى داك الراجل قدامه وهو يقول ليه أحسن ما درتي يا أمين. انت راك ولد هاد المرأة. ولدها. هي فاش ولداتك لحت قدام الباب ديال واحد الزاوية ورباك أبو الوليد. رباك، ولكن فاش جاتي 7 سنين عطاك لواحد العائلة. انت ما عاقلش على هادشي لأنه مسحولك من الذاكرة ديالك، ولكن انت راك قتلتي الأم ديالك، ولكن الأم ديالك راه كانت خايبة، هي راه قتلات الأب ديالك وتستاهل. المهم هاد الخاتم اللي عندك دابا فيها 50 مارد وغادي يبقاو تحت الخدمة ديالك حتى تموت. دير الخير وما عمرك دير الشر، وراك هنيتي العالم من هاد الشيطان. كون هاني، راك درتي خير اللي كبير. ودابا السلام عليكم. امين سمع القصه ديال اللي عاود ليه داك الراجل وقال كيفاش انا قتلت الام ديالي؟ لا ما يمكنش، ولكن تستاهل. الحمد لله هنيت العالم كامل منها. تنحمد الله وتنشكره على هذا النعمه اللي عطاني. شكرا لك يا ربي. امين رجع دفن مراته وولاده وبدا حياته انه ولا تيحفظ الدراري الصغار القران بعد ما حتى هو قدر يحفظه. ولا فقيه في واحد الجامع صغير وتخلى على خدمته في الصحافه بعد ما كتب ليهم موضوع على عيشه قنديشه اللي لقى ضجه كبيره. كاين اللي تيقوا وبزاف ما تيقوش وقالوا بانه غير تيخرف وبانه تصدى بعد الموت ديال عائلته. هذه هي قصتنا. وانتوما هبطوا عطيوني الاراء ديالكم في التعليقات كيف جاتكم. واش بان ليكم واش عيشه قنديشه اسطوره ولا فعلا نيت كاينه بصح؟ السلام عليكم. نتمنى انني نكون كنت خفيف على قلوبكم، والسلام عليكم.